اكيد كلنا سمعنا عن مرض القطط، او ان القطه بتسبب عقم او مشاكل في الخلفه او مشاكل في الجنين. طبعا دي كلها خرافات ومش حقيقيه، ونادر قوي لما بيحصل الموضوع ده. طب تعالوا ناخدها من الاول. في حاجه اسمها توكسوبلازما او توكسوبلازموزس. ده مرض بيجي للقطط وللانسان كمان، وبيجي بنفس المصادر، زي ان انا اكل ني، لحوم نيه، او الكولد كاتس اللي هي زي اللانشون او السموك تيركي وغيره. فالقطه ممكن يجي لها نفس المرض لو بتاكل اكل مش نظيف او اكل غير مطهي كويس، او حتى من الحاجات اللي انا قلتها دي. طيب امتى يجي مشاكل خلقيه في الجنين بسبب التوكسوبلازموزس؟ ان انا اكون ست حامل ولاول مره في حياتي اتعرض للتوكسوبلازموزس، سواء كان من براز القطه او الاكل الني اللي انا قلت عليه من شويه. فانا لازم اكون حامل، اتعرضت للطفيل ده اول مره في حياتي وانا حامل، سواء كان من قطه او اكل غير مطهو كويس او الكولد كاتس، وده ممكن يسبب لي تغيرات خلقيه في الجنين مش احسن حاجه، ولكن مش هيسبب لي عقم ولا هيسبب لي اجهاض. فبلاش نظلم القطط معانا، وبلاش نرمي القطط بتاعتنا اول ما نعرف ان احنا داخلين على جواز. اهم حاجه القطه تبقى متطعمه وواخده كل التطعيمات والادويه بتاعتها، وتبقى ما بتطلعش بره البيت، وبتاكل اكل نظيف مطهي كويس. قولوا لي في الكومنتس لو انتوا سمعتوا الكلمتين دول من جدتكم او مامتكم.